أنا مايكل جاكسون، ملك البوب. ولدت عام 1958 في الولايات المتحدة من عائلة جاكسين. بدأت مشواري الفني منذ صغري عندما انضممت إلى فرقة جاكسون 5 مع إخوتي. أصبحت فرقتنا مشهورة في السبعينات، وكان لدينا العديد من الأغاني الناجحة. بعدها قررت الانفصال عن الفرقة والبدء بمفردي. أصدرت ألبومي الأول عام 1979 وحقق نجاحا كبيرا، لكن النجاح الحقيقي لي جاء مع ألبومي تhriller الذي صدر في عام 1982. كان هذا الألبوم الأكثر مبيعا في التاريخ وحقق شهرة عالمية، وتم تكريمي بالعديد من الجوائز. بالإضافة إلى موهبتي الموسيقية، كان لي أيضا مهارات في الرقص. ابتكرت حركات رقص فريدة من نوعها، وأصبحت معروفا بأدائي الرائع على المسرح. في عام 2009 توفيت بشكل مفاجئ. طبيبي الخاص أعطاني جرعة دواء زائدة، مما تسبب لي في سكتة قلبية. تمت محاكمة الطبيب عام 2011، حكم عليه ب4 سنوات سجنا بتهمة القتل الخطأ. كانت وفاتي صدمة كبيرة لجماهيري في جميع أنحاء العالم. إذا أعجبكم الفيديو، يرجى المتابعة ليصلكم كل جديد.